فاول انترفيو عملته في مجال الجرافيك كان في شركه دعايه واعلان. كان انترفيو بالنسبه لي صعب جدا لان انا كنت محضر للانترفيو ده قوي، وكنت قلقان جدا، وكنت مركز قوي ان اكون عارف اغلب التولز بتاعت البرامج، وكمان كنت مجهز في دماغي سيناريوهات او التاسكات اللي ممكن تطلب مني في اليوم ده علشان اكون جاهز لها، واول ما تطلب مني اعملها على طول. وكنت طبعا متوقع ان التاسكات اللي في اليوم ده هتبقى حاجات بسيطه، مثلا بانر، فلاير، بيزنس كارد، الحاجات السهله اللي ممكن تتعمل بسرعه وتبين بس مستواي. بس كانت الصدمه والمفاجاه بالنسبه لي ان في اليوم ده اتطلب مني ان اعمل علبه. من وجهة نظري المتواضعة وبحكم خبرتي في المجال، شايف ان اي ديزاينر ممكن يعمل اي نوع من انواع التصميمات، زي تصميمات السوشيال ميديا، زي البانر، الفلاير، المطبوعات العادية، بس مش اي ديزاينر يعرف يصمم علبة. لان تصميمات العلب بيكون فيها ريسك عالي، لان هي بتكون فيها خطوات كتير وبتكون محتاجة تركيز قوي وانت بتعمل الديزاين، واي غلطة انت هتعملها صعب جدا انك تتفاداها وممكن توصلك لخسائر كبيرة قوي. لان في الغالب اغلب شغل الباكينج او العلب بيكون خطوط انتاج لمصانع، يعني بتكون بتطبع بكميات كبيره، وده بيكون محتاج ديزاينر مخضرم علشان تركيزه يكون عالي، علشان الغلطه الواحده بتكون خسائرها صعبه ومكلفه جدا. وده طبعا بيميز النوع ده من المصممين، لان اي تصميم تاني بالنسبه له بيكون حاجه سهله ومش معقده، لان تصميم العلب بيكون مليان بالتفاصيل والتركيز والتامين وحاجات كتير قوي لازم تاخد بالك منها علشان تعرف بجد تطلع النتيجه صح وما تخسرش وما تخسرش عميلك. والمشكله الكبيره كمان اللي بتواجه الديزاينرز في تصميم العلب، ان عشان تختبر العلبه او عشان تتاكد ان النتيجه النهائيه من تصميم العلبه اللي انت عملتها هيطلع صح، بيكون ده صعب جدا. يعني صعب جدا ان انت تتاكد من النتيجه النهائيه، لان المراحل بتكون كتير، والكلام ده بيخلي اغلب المصممين يبعدوا عن التخصص ده لان مخاطره كتير. بس الكلام ده لحد ما ظهر موقع باكدورا، الموقع اللي هيخليك بجد تقدر تنفذ اي علبه من غير اي مجهود او خبره، لان عدد المصممين المتخصصين في الباكينج او العلب قليل جدا. وتعالوا مع بعض نشوف الخدمات الرهيبه اللي بيقدمها موقع باكدورا في تصميم العلب. بصوا يا جماعه، دي الواجهه بتاعه موقع باكدورا. تمام، هتلاقي ان الموقع عندنا فيه 3 اقسام. في اللي هو الجزء الخاص بالموك ابس، ان انت هنا بتقدر تعمل موك ابس للعلب بتاعتك، تمام، او العبوات بتاعتك. وهنا الجزء الخاص بال 3 دي تولز، ده بتقدر تعمل زي شغل 3 دي كده للعلب بتاعتك، على اساس ان انت تعمل برزنتيشن قوي للديزاين اللي انت عامله. وتالت حاجة والنقطة الخطيرة جدا والمهمة بالنسبة لنا جدا، واللي تعتبر كنز في الموقع ده، اللي هو ان انت هنا الجزء بتاع التمبلتس، واللي هو بتاع الداي لاينز او الداي كات او التراسيه. الحتة دي تعتبر اخطر حته في العلبه. وطبعا زي ما احنا شايفين كده ان هو قايل ان هو في تمبلتس كتير فوق ال 4900 بالمنظر ده كده. زي ما احنا شايفين في علب وفي ازايز وفي شنط وفي كانز، هتلاقي في حاجات كتير يعني. فهنا تقدر انت بقى تخش تتفرج بنفسك وتشوف بقى حاجات امثله كتير للداي كاتس او الداي لاينز. تمام، بالمنظر ده كده. فالموقع واجهته يعني سهلة ومريحة. طيب احنا هنا عشان بس الخلاصة، اكتر تركيز او اكتر حتة مهمة في الموقع هنا الجزء اللي هو احنا قلنا عليه ده الكنز بتاعنا. فهنفتحه، اللي هو بتاع الداي لاينز، هنفتحه كده. الناس اللي مش فاهمة ايه هي الداي لاينز او ايه هي الداي كات او ايه هي التراسيه، فانا هحاول بس اوضح لكم الموضوع بشكل مبسط. انا لو عندي اي منتج وعايز اعمل له علبة، فهحتاج ان اعرف ابعاد المنتج. يعني هشوف الطول والعرض والارتفاع بتاع المنتج عشان اعرف اصمم له علبة مناسبة ليه. طيب عرفنا الطول والعرض والارتفاع، بنحتاج بقى نعمل ايه؟ بنحتاج نعمل بقى الداي لاينز دي او الداي كات عشان خاطر نحدد شكل العلبة النهائي. يعني انا هفتح مثلا علبة زي دي كده. بصوا كده، فتحناها. دي الابعاد بتاعه العلبة. بصوا منظر العلبة هنا اهو، يعني بصوا على جنب هنا كده بيديك بقى شغل 3 دي، تشوف بس شكل العلبة بتاعتك او العبوة بتاعتك عاملة ازاي. طيب افرض انا العبوة بتاعتي عايزها بمقاسات مختلفة. يعني انا مثلا هبقى اخلي العبوة بتاعتي الابعاد بتاعتها احنا ممكن نختار بالمليمتر او بالانش.
فاختار بالمليمتر مثلا، هختارها 300 في 300 في 300، يعني هختار الثلاث ابعاد زي بعض. بس هو كده بيعمل لودنج. هنعمل كده 300. طبعا هو اللي انا بعمله سهل ده، دي عمليه تبقى صعبه جدا لينا واحنا بنعمل الديزاين ده، مش حاجه سهله خالص. تمام. فدي بقى ميزه الموقع، ان انت بس مجرد هديله ابعاد هو هيجهز لي العلبه، خلاص انا مش هعمل حاجه تاني، شكرا، الموضوع انتهى بالنسبه لي. خلاص هو كده رسم لي الشكل بتاع العلبه. طب ايه اللي هو رسمه ده؟ هو عمل خطوط العلبه تتقطع بيها او تتكسر بيها عشان توصل لنا للمربع ده. يعني دي بتبقى عباره عن رسمه احنا كان المفروض كديزاينرز احنا بنرسمها، نرسم الرسمه دي علشان باي برنامج خاص بالفيكتور زي الستريتور او كورل درو، تمام، او غيره في برامج خاصه بالعلب. فاحنا هنا بس مجرد نرسم الرسمه دي، الرسمه دي بعد ما بتتعمل بتتحول، بنوديها عند حد بيعمل حاجه اسمها اسطمبه تكسير. اسطمبه التكسير دي عباره عن خشبه وفيها سكاكين، السكاكين دي بتنزل على الكرتونه تقطعها عشان تبقى بالمنظر ده. يعني تنزل تبقى الكرتونه داخله سليمه عادي مربعه، تقطعها بالمنظر ده، ونشيل الباقي ده نرميه، ويبقى باقي معانا الشكل ده عشان نعرف نقفل العلبه. ولما نيجي نقفلها هتتقفل تبقى بالمنظر ده. يعني بصوا هي بتبقى مفروده، بتبقى كده اهي زي ما هي هنا كده اهي، عشان نعملها زيها بالظبط اهي. تمام. يبقى هي العلبه هنا اهي زي هنا اهي. تمام. بصوا كده لما نيجي نقفلها، بصوا هتلاقي الجزء اللي هناك ده اتقفل هناك اهو. تمام. ونقدر بقى نتفرج عليه اهو. بصوا كده واخدين بالكم، بصوا هي بتتقفل، بصوا نكمل قفل، بصوا كده كده، بصوا بنشوفها من تحت. تمام. ايه بقى المشكله اللي ممكن تحصل واحنا بنصمم العلبه؟ عشان كده بقول ان تصميم العلب خطر. ممكن بقى تيجي بقى وانت بتقفلها تلاقي في حاجه انت عاملها هنا مقاس كبير مقاس صغير، ما عملتش الزاويه مظبوطه، تلاقيها ما بتقفلش. تمام. فهنا تبقى هنا عملت مشكله وانت بتعمل العلبه بتاعتك او بتصمم العلبه. وعشان تقدر تطلع بقى عينه زي كده، زي اللي احنا ماسكينها ب 3 دي وسهله كده في ايدينا وعمالين نتفرج عليها بمزاجنا، عشان نعرف نعمل عينه زي كده بقى ده موضوع كبير. بنروح نجيب ورق ونطبعه ديجيتال ونبدا نرسم عليه خطوط، وبعدين نقطعه، وبعد ما نقطعه نفتحه كده ونشوف هل العلبه هتقفل ولا مش هتقفل. وممكن تعمل العمليه دي كلها وفي النهايه تلاقي ان انت لسه عندك مشكله والعلبه بايظه. لكن هنا الموضوع بالنسبه لك سهل وبسيط وواضح، وبيوفر لك كل المجهود اللي انت ممكن تعمله. يعني انا كده خدت الداي كات او السكينه دي، ده موضوع كبير او مجهود كبير انت بتعمله لو انت جرافيك ديزاينر، وخسايره ان انت هتخسر التجهيزات بتاعه الطباعه، ولو كنت طبعت هتخسر التجهيزات والطباعه لو انت عملت غلطه في الحته دي. تمام. وهنا طبعا هو مظبط التراسيه بتاعه، النقط الحمراء دي معناها ان الحتت دي ريج، يعني هتتني، تبقى السكاكين بتاعتها في اسطمبه التكسير ما بتقطعش، مش حاده، وبيبقى الحروف السوداء دي هي دي بس اللي هتتقطع. تمام. عشان تتقفل بالمنظر ده. طيب خلاص انا لحد هنا انا كده تمام. انا بالنسبه لي انا كاحمد الجزء ده لحد هنا انا تمام. انا كده يعني الموقع ده انا كده بالنسبه لي 100 100. مجرد ان انا اعمل داونلود بس للداي لاين ده هينزل عندي، خلاص كده انا كده تمام. انا مش محتاج اعمل حاجه اكتر من كده تاني ليا كاحمد. دي المميزات بالنسبه لي. هو هنا بيجهز ان هو ينزل اهو. خلاص هو كده بالنسبه لي نزل. هفتح الفايل اهو، ده الفايل بتاعي. تمام اهو. تمام. ده فيكتور، وده يعتبر الايه الاسطمبه بتاعتي. تمام. هنا بس كل اللي انا هعمله ان انا هبدا بقى اجهز واظبط الديزاين بتاعي، ان احطه جوه التراسيه ده. وفي ناس كتير شرحت الموضوع ده بيتعمل ازاي. تمام. بس هنا تبقى انت عديت مرحله كبيره جدا في حته تصميم العلبه، يعني انت ما عملتش فيه مجهود وعديت مرحله كبيره جدا. طيب لو انا رجعت هنا كده برضو تاني وقلت ان انا عايز اشوف ايه الخدمات التانية اللي بيقدمها عندي الموقع ده، عندي طبعا هنا بيديني اوبشن الخامة، ان انا ممكن اغير في الخامة عشان اشوف شكلها برضو. لو هي وايت مثلا هتلاقي الشكل هنا اتغير. بصوا بالمنظر ده كده. تمام. فدي حاجة تحفة يعني برضو لو انت بتعمل بريفيو او بتعرض للعميل، فكل حاجة سهلة في ايدك. تمام. طيب هنا برضو الموقع حب يسهلها علينا اكتر، فعمل لنا حاجة حلوة قوي،
ان انت تقدر تعمل الديزاين اونلاين، يعني كمان تقدر تصمم هنا، يعني ما تروحش للاستريتور لا هنصمم واحنا قاعدين هنا، فتخش هنا ديزاين اونلاين. بصوا كده جاب لنا برضو العلبه بتاعتنا بالمنظر ده كده. تقدر هنا ترفع الصوره اللي انت عايزها، تمام. موضوع سهل وبسيط ومش محتاج ان انت تكون فاهم حاجه، تمام. فهنرفع الصوره، هنكنسل هنا كده. انا مش عايز ارفع صوره من عندي، انا هشوف هل هو مديني اوبشن. ده هو مديني اوبشن هنا ان انا اقدر انزل الصور اللي انا انزل مثلا باترن او انزل الاشكال اللي انا عايزها، تمام. فانا مثلا هاجي هنا اختار مثلا اي باترن مثلا زي دي كده مثلا، او اختار حاجه مثلا اهدى مثلا زي دي كده، تمام. فانا اخترت الباترن بتاعي او شكل العلبه بتاعي. بصوا بقى بالمنظر ده كده، تمام. طيب عشان اشوف شكل العلبه هاجي هنا اقدر اقفلها وافتحها واعمل كل اللي انا عايزه. طيب ممكن تعمل ايه تاني؟ ممكن اعمل تصميم خارجي او داخلي. يعني بصوا كمان حتى هنا واخد باله من تفاصيل التأمينات، ان ده لسان لزق المفروض ما يبقاش عليه جاي الديزاين، ما يبقاش جاي عليه عشان ينفع يتلزق في الطباعة. فكل التفاصيل الموقع واخد باله منها عشان يطلع لك شغل احترافي. بصوا هنا لو دخلنا هنا انسايد، يعني ممكن احط تصميم على العلبة من جوه، يعني ممكن تبقى من جوه شكلها كده. يعني بصوا هنا مثلا اهو، كمان انا افتح العلبة، بصوا كده انا كده العلبه من جوه نحاول نحط لها شكل تاني عشان تبقى باينه من جوه بشكل تاني. بصوا كده اهي كده العلبه. في بقى دلوقتي في حاجات بتبقى محتاجه ان انت تعمل ديزاين خارجي وداخلي، تمام. طيب انا هنا باترن. طب انت طبعا لو محتاج تعمل ابلود لاي حاجه بقى، اي ديزاين انت عايزه وتحطه في العلبه، فده بالنسبه لنا احنا ايه سهل. وهنا برضو تقدر تضيف اشكال، تمام، على العلبه، تمام. وجايبين بقى بص كل انت عايز تحط عليها تكست مثلا، فممكن ناخد تكست ده مثلا نضيفه كده. بص الموضوع سهل وبسيط يعني تحفه. بصوا كده مثلا مش محتاج تبقى فاهم في الديزاين عشان تعمل كده. فانا عايز احطها بره، فممكن اجيب دي مثلا احطها هنا كده يور تكست. انت تقدر تكتب التكست بتاعك هنا. فانا عايز اعرف هي فين دلوقتي على العلبه، فاحنا هنشوف كده العلبه نفتحها كده. بصوا كده عشان نقدر نشوفها. بصوا اهي بصوا مكتوبه كده. ممكن وانت بتعمل الديزاين لو انت جيت عملت كده هنا، تمام، على العلبه من فوق، فالديزاين كده بالنسبه لنا هيبقى فيه غلط. ليه؟ لان العلبه دي مثلا من فوق المفروض يبقى ال الكتابه تظهر وانت بتفتحها تبقى عدله، يعني احنا كده هتبقى الكتابه مقلوبه. يعني بصوا كده لو جينا نقفل كده، بصوا هنقفل، بصوا كده الكتابه مقلوبه. دي غلطه كبيره من الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الديزاينر وهو بيصمم. لو مفيش زي موك اب او في الديزاين ال 3 دي ده اللي معمول ده، فممكن يوقعك في مشكله كبيره جدا. لكن انا هنا لا، هنا هروح جاي مثلا ماسك الشكل ده واروح لفه كده، بس كده. بصوا كده بقى العلبه انا كده ايه هاجي افتحها، ده معموله صح. فانا كده فهمت الديزاين بتاعي هيبقى المفروض ماشي ازاي. وطبعا في علب بتبقى العمليه فيها اصعب من كده، تلاقي حاجه هنا معدوله وهنا مقلوبه وهنا معدوله، فعشان تتقفل وتبقى في الشكل النهائي بشكل صح. طبعا هنا مجرد ان انت تدوس على التكست هتلاقي نفسك ان انت تقدر تكتب اللي انت عايزه. طيب انا كده خلاص عملت الديزاين بتاعي وكده الدنيا بالنسبه لي تمام، مش شايف انها بالنسبه لي في اي مشكله، فاقول له سيف. انا كده سيفت، تمام. فبقى عندي الديزاين بالمنظر ده كده. شايفين الجمال؟ يعني الموضوع مفيش اجمل من كده، تمام. وتقدر تفتح وتشوف وتقفل وتعمل اللي انت عايزه. طيب انا دلوقتي خلاص الدنيا بالنسبه لي كده تمام، عملت العلبه بتاعتي وكده هي 100 100. فاقدر ان انا اعمل لها اكسبورت هنا بقى، يعني يديك كل الاوبشن. يقول لك انت عايزها موك اب تشوفها بس كده موك اب، يعني مثلا عايزها بس ديزاين موك اب فاعمل لها ريندر وتشوفها بشكل واقعي شويه، ولا عايز الداي لاينز بتاعها اللي هي التراسيه بتاعها والتصميم. بصوا وعامل تامينات خارجيه وعامل كل حاجه، يعني مظبط الدنيا فوق الممتاز. وكمان عندك اوبشن كلر مود ان هو سي ام واي كي عشان الطباعه، وهل انت عايزه اي ولا عايزه بي دي اف. فكل حاجه عندنا موجوده، والداي لاين فايل والارت وورك التصميم والتراسيه. فيعني مفيش حاجه ثانيه انت هتعملها. طيب ممكن ايه يعمل لك ايه تاني؟ يعني احنا موك اب او داي لاين، او يديك فيديو لشكل العلبه. يعني بصوا كده يعني حاجه تحفه. فيعني موقع للناس اللي بتشتغل في العبوات
فوق الممتاز. يعني بصوا كده يديك اشكال، يعني يعرض زي بريفيو كده او عرض للعميل، عشان خاطر لو انت عامل له ديزاين يشوف الدنيا هيبقى شكلها عامل ازاي والشكل النهائي عامل ازاي. ودي عمليه في الحقيقه لو انت ما شفتش الموقع ده هي عمليه مرهقه جدا. هنا كود ده، هنا برضو بتقدر تتعامل لو انت تشتغل على الويب، فبتقدر تاخد الكود ده عشان تحطه على الموقع يبقى 3D وكده. وهنا لو احنا هنشير الموضوع، فاحنا هنا نقدر نختار اي حاجه احنا عايزينها ونعمل بس ريندر او نعمل داونلود، ننزل الفايل AI او ننزل الفيديو، فنقدر نختار اللي احنا عايزينه بس، او مجرد بس اعمل ريندر ناو مثلا. فهنا بنقدر نختار اللي هنا JPG او PNG او 2K او 4K، فانا هختار JPG عادي او ريندر. بس هو كده بيرندر، بصوا كده هو كده رجع تاني خلاص عمل ريندر، وهيبدأ هنا بصوا كده معناه ان هو هيعمل هنا داونلود. بصوا هو خلص هنا يا جماعه، نزل لي الفايل، هفتح الفايل، فشغل يعني تحفه. تمام، انت طبعا ممكن ما تكونش حاسس بقيمه الكلام ده، بس لما تنفذه انت بايدك وتحس بمجهوده واخطائه هتعرف ان اللي انا بوريه لك ده بالنسبه لنا احنا كديزاينرز ده سحر. تمام. طيب انا برضو ما اكتفيتش بطريقه العرض دي، انا عايز طريقه عرض اقوى من دي. فممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن ارجع للقسم التاني بقى اللي هو ال 3 دي تولز، اللي هو بتاع ان انا اضيف له 3 دي، يعني فاهمين ان انا اضيف له 3 دي الجزء التاني اللي كان محطوط بره، بس انا اقدر اجيبه من هنا 3 دي ديزاين. فانا اقدر هنا اضيف له خدمات ال 3 دي ديزاين تول. تمام، فممكن ادوس عليه من هنا كده، فاخش على 3 دي ديزاين تول. فبصوا كده هو بيجهز، بصوا كده بقى بيحاول يجيب لي الديزاين 3 دي. تمام، فتقدر برضو تتحكم برضو نفس التحكمات، وتقدر تختار شكل يكون مناسب ليك او للمنتج بتاعك. يعني مثلا لو جربنا ندوس كده، بصوا كده، يعني بصوا ده كده بقى المنظر، بصوا بقى منظر الديزاين او منظر العلب، يعني لو انت عرضتها للعميل بالمنظر ده كده. تمام. طيب احنا ممكن لو انا اي حاجه عجبتني اقدر ان انا اي شكل من الاشكال دي ان انا اختارها واعمل لها ايه الريندر بتاعها. تمام، وابقى انا كده تمام. طبعا احنا ممكن نتفرج هنا على حاجات كتير. تمام، نختار اللي احنا عايزينه. تمام، فطبعا ده كلها اوبشنز انت تقدر تخش وتقلب فيها وتتفرج براحتك. لو عملنا كده ريندر عشان نشوف المنظر، بصوا كده تقدر تختار الريندر بتاعك هيبقى ايه جودته. فممكن تختاره 4K او مثلا JPG او PNG ايا كان. فانا ممكن اختار 4K ونجرب كده نعمل لها داونلود، 4K. بصوا كده. تمام، فاحنا كده نقدر نعرض المنتج بتاعنا او العلبة بتاعتنا بالمنظر اللي احنا عايزينه. طيب نرجع تاني كده، تقدر بقى تختار باك جراوند، تقدر تعمل اللي انت عايزه. تمام، تختار الشكل اللي انت عايزه. تمام، وهنا تقدر تتحكم في الاضاءة، فده كله زي ما انت عايز. يعني مثلا لو اخترنا هنا كده، بصوا الاضاءات سكاي لايت، هنا تقدر تتحكم في الاضاءة. تمام، كلها حاجات يعني انت تقدر ايه تتفرج عليها بنفسك. اوبشن حلوه جدا ان انت تقدر تختار منها اللي انت عايزه. بس انا زي ما قلت لكم، انا اكتر جزء انا مهتم بيه اللي هو الجزء اللي قلت لكم عليه في البدايه، اللي هو جزء الداي لاين، او اللي هي ايه اللي هو اللي احنا قلناه في الاول خالص، ان انت تقدر تطلع التراسيه او سكينه التكسير بتاعك او الداي لاينز بتاعتك. تمام، طبعا ده اللي 3 دي ديزاين تول اللي احنا كنا فيه اهو، تقدر تخش له من هنا برضو تختار اللي انت عايزه. تمام، ممكن اختار مثلا اي علبة وهتعمل معاها برضو 3 دي ديزاين. تمام، او تقدر ان انت تعمل موك اب على طول، يعني تختار مثلا اي عينة مثلا وتحط لها موك اب. يعني مثلا عندي كان، مثلا اختار الكان كده واحط عليه انا ديزاين زي ما انا عايز، زي ما عملت قبل كده، اختار على طول بس الموك اب واطلعه بالشكل اللي انا عايزه. بصوا كده، هنكنسل دي واختار هنا برضو زي ما انا عايز اي شكل موجود اهو على الكان. فهو بص الديزاين بقى كده، وهيطلع الكان هيبقى الكان شكله عامل كده، بص تحفه. تمام، تحط عليه الليبل بقى اللي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه. بصوا كده، نختار مثلا element، نختار اي حاجه مثلا اهي، مثلا دي كده تبقى تحفه بقى، مثلا نحطها كده. بص اهو بقى بالمنظر ده كده.
فانت هنا تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها وتعرضها وتعمل بريفيو قدامك. وفي النهاية احب اقول ان اللي هيستفاد من الموقع ده الناس اللي مهتمة بالمطبوعات وشغل العبوات والعلب، فهيبقى مفيد جدا ليه الموقع ده. والناس اللي حابة تفتح لنفسها مجال جديد تقدر تكسب عن طريقه، ويكون في المنافسة مش عالية زي المجالات التانية زي السوشيال ميديا وغيره. فده هيكون بالنسبة لهم اختيار مفيد جدا، لان الخدمة هنا مش مجانية بالكامل. انا كل اللي انا قدرت اعمله لك ان انا تواصلت مع الموقع وجبت خصم 20%. لاي حد هيضيف الكود اللي هسيبه لكم تحت في الوصف اللي هو باسم غزالي. هتقدر بس ان انت لو دخلت شفت خطة الاسعار هو $9 في الشهر. فلو انت بتشتغل في العلب ف$9 في الشهر بالنسبة لك مش هتبقى حاجة قدام المجهود والمصاريف اللي هتدفعها عشان تطلع علبة صح. فتقدر هنا بس ان انت لو انت عايز تشترك بتقدر تخش على خطة الاسعار وتقدر تختار لو انت تختار بالشهر او بالسنة. لو انا هختار بالشهر هضغط على شهر، وهتقدر تضيف هنا الكود بتاعنا، تقول ان انت معاك الكود هنا وتضيف الكود بتاع غزالي والابلاي، هيديك نسبة الخصم بتاعنا بقى $7. مثلا لو انا مثلا هشترك سنوي عشان هو ب$5 هنا مثلا، فهنقدر عن طريق الكود ان انا دوسنا ابلاي هنا هتلاقيه عمل لك خصم على السنة بدل 60 هتبقى 48. وبس كده. يا ريت الناس في اخر الحلقه ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. ولو حابين نعمل لكم حلقات اكتر عن تصميم المطبوعات والعلب والعبوات والكلام ده، فيا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله باذن الله اجهز لكم حلقات جديده. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.